أهلين حبايبي، إن شاء الله تكونوا بخير وبيان ومع يوم جديد وأمل جديد إن شاء الله. نتيا جيتي هنا لهذا الفيديو وفي راسك يدورو بزاف أسئلة كي تشغل تفكيرك وتقلقك وباغية تعرفي وجو السر مورا بزاف نسا عايشين حياتهم ومركزين على أهدافهم وما متعلقين بحتى حاجة، بصح كلشي يجري من موراهم من حب واهتمام ونجاح وحتى فرص. اليوم جينا نحكيو على فن الاستغناء. كما عارفين باللي الدنيا هذه كل حاجة فيها فن، وتاني الاستغناء فن، وهو القوة الأنثوية السحرية اللي تخلي كل حاجة تجي حتى لعندك قبل ما تجري موراها. ونبدأ موضوعنا بسم الله. حبيبتي، رماركيتي في حياتك كاين حوايج جاوك بلا ما تحركي وتجري موراهم، مي جاوك كي كنتي هانية وراضية وعارفة يعني متفتحة وعارفة بلي الدنيا بخير. من هنا نشوفو أن الأنوثة ماشي جهد ولا صراع ولا حتى محاولة لإثبات شيء، فالجهد والقوة للرجال فحسب. ومن هنا نبداو كيفاش نتعلمو كيفاش تصفي دائرة المعارف نتاعك. أولا الاستغناء على العلاقات السامة. فالعلاقة السامة هي اللي تخليك مضغوطة نفسيا وما تحسيش فيها بالراحة أبدا، وهنا خصك تتعلمي تجبدي على أي إنسان يعييك ولو كان من الأقربين ليك. ثانيا تجبدي على الناس اللي يضلوا يشكوا عليك دايما عندهم نظرة سوداوية على الدنيا، باللي يقولوا باللي الزمان تبدل والقلوب شيانات يعني يشحنوك بطاقة سلبية رهيبة. كذلك الناس اللي ينتقدوك بزاف أي حاجة درتيها ما تعجبهمش وما يفرحولكش وما يفرحوش معاك، ودايما يحوسوا يضيعوا من قيمتك قدام الناس ولا يسيطروا عليك. كذلك الناس اللي يستغلوك يجوا غير عشان مصلحتهم، تولي لهم تما زينة وعسل، أما كي تحتاجيهم ما تلقاي حد بجنبك. ثاني نقطة، تعلمي تستغني على التعلق المرضي، وهذا النوع غالبا يكون في العلاقات العاطفية، وهو أنك تكوني تابعة لشخص وتديري تردي سعادتك وراحتك متعلقة به غير هو. مثلا كاينة اللي خطيبها تكون حارقة عليه التليفون هو خدام أو مشغول ما يريبونديش عليها تهبل، لا لا اختي هذا سلوك خاطئ. الاستغناء هنا يعني انك ترجعي قيمتك لذاتك وتعرفي باللي غير انتي اللي تستاهلي الحب والسعادة بلا ما تكوني رابطة بروحك بحتى واحد. وهنا تتعلمي حب الذات، ركزي على ذاتك، خدمي على شخصيتك، طوري مواهبك، كبري دائرة اهتماماتك، لأن هاد الشي يخليك أنثى قوية وما تحتاجي لحد يساندك. وهنا مانيش نحكي على تاع تعيشي بين قوسين تاع تعيشي بلا راجل ولا لا لا خاطئ، الراجل نعيشو بيه لازم هذاك، ولكن أي شخص سام يخرج من حياتي. أنا خُلقت، ديري في بالك بلي خُلقت للتقدير، واللي يدخل لحياتي لازم يكون عارف قوانين اللعبة. ثالثا استغناء عن المجاملة المتعبة. مثلا شحال من خطرة تحضري هكا عرس ولا مناسبات تقابلي ناس أيوا تقعدي هكا تجاملي فيهم وتعطيهم فوق حقهم، ذلك إذا زعما غير خايفة منهم باش ما يقولوش فلانة غيورة وفلانة حسدتنا، ومن هذاك الشي يستنزف طاقتك وما فيه حتى فايدة، يعني بلا فائدة. ما نجاملش يعني نقول الحق بلا زيادة ولا نقصان ولا نسكت أفضل لي. تعلمي كذلك تعلمي تقولي بكل احترام وتهذيب أي حاجة ما عجبتكش ولا ما جاتش على خاطرك ما تقبلتيهاش قولي كلمة لا. مثلا خارجة مبغيتيش تخرجي مع صحاباتك هاكا ولا معكش وحدة ما عجبتكش حاجة ما تخرجيش، ولا كاش طلبية فوق طاقتك ما تقبليهاش. اختاري راحتك واختاري أولويتك، الوقت راه ثمين،
أعطيه غير الناس اللي يبادلوك نفس الاحترام والتقدير.